وسعدتم أوقاتنا أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية التي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهل معكم بالعناوين. التبرعات المالية لتنمية صندوق تصدي كوفيد تتواصل. عدد من جمعيات إقليم الأوسط تساهم بتبرعات مالية. مخالفة التعليمات تستدعي اتخاذ قرارات تصحيحية في حقات. وبعض بلدان أفريقيا تتجه لذروة إصابات كورونا خلال أسابيع. روسيا والسعودية تقودان محادثات خفض إنتاج النفط. سقوط صواريخ على قاعدة في أفغانستان. أهلا بكم إلى التفاصيل. يواصل اللاجئون في الداخل والمهجر تقديم التبرعات المالية والعينية بوتيرة عالية على مستويين الفردي والجماعي والتنظيمات الوطنية لتنمية صندوق تصدي كوفيد-19. وفقا للمعلومات الواردة من وزارة الصحة والسفارات والقنصليات، تبرعت جمعية مسرات العمال شركة سكن للإنشاءات تبرعت بمليون نقفة، وتم تبرع 700 ألف نقفة باسم كافة أقسام الأمن الوطني. وشركة وارسا انتربرايز المحدودة تبرعت ب100 ألف نقفة، وإدارة مديرية عبدالخالة ب100 ألف نقفة، وأسرة المرحوم تسفاي ولد داود ب100 ألف نقفة. كما تبرعت جمعية الخضر والفاكهة في دقي غردات ب50 ألف نقفة، وفرقة أثر الفنية ب20 ألف نقفة، والسيد قبرن قزرة ب20 ألف نقفة، ومواطنة تتحفظ عن ذكر اسمها ب20 ألف نقفة، والسيد كبرم كبدر 10 آلاف نقفة، والسيد سمون تنسو مع زوجته السيدة نقست تسفاي ب10 آلاف نقفة، والسيد تخلى هيمانوت يمان مع زوجته ب5 آلاف نقفة، والسيد يعقوب قراجد ب5 آلاف نقفة، والسيد ألم سجد انقذا ب50 دولار. كما تبرع اللاتفيون المقيمون في أبو ظبي ودبي وفق المعلومات الواردة من السفارة اللاتفية في الإمارات العربية المتحدة ب131,100 درهم. وتبرع السيد في استهاتين تسفى مريم وزوجته السيدة معشوق رماي ب40 ألف درهم، والجالية اللاتفية بدبي ب25 ألف درهم، والجالية اللاتفية بأبو ظبي ب15 ألف درهم، والسيد تخستة قبر مريم وزوجته السيدة تبلز قبر مدهن ب10 آلاف درهم، والسيد كحساي هايلي ب10 آلاف درهم، والسيد منقستاب ولداي ب10 آلاف درهم. كما تبرع موظفي السفارة اللاتفية في أبو ظبي ب10,600 درهم، فيما تبرع موظفو القنصل العام في دبي ب11,500 درهم، وفرع المرأة اللاتفية في أبو ظبي ب5,000 درهم. وتبرع اللاتفيون المقيمون في البحرين ب1305 دينار، وفرع المرأة اللاتفية في الرياض ب19,150 ريال، واللجنة الإدارية للجالية اللاتفية في قطر ب21,900 ريال، وموظفي السفارة اللاتفية في قطر ب5,000 ريال. وتبرع الطلاب اللاتفيين في روسيا ب1150 دولار، وكذلك الطلاب اللاتفيين في الصين وأعضاء السفارة اللاتفية في الصين والتجار تبرعوا ب5,000 دولار. وحسب البرنامج الذي وضعه اللاتفيون المقيمون في جمهورية جنوب السودان للمساهمة ب1,000,000 دولار، تبرع صاحب شركة أكانا السيد رأياز كاس ب5,000 دولار، وصاحب فندق النجوم السيد آلم والدمرين ب5,000 دولار، وشركة ألفا العامة للتجارة والبناء ب5,000 دولار، ومساعد البروفيسور ألم سجد قبر كيدان ب3,000 نقفة، والجالية اللاتفية بجوبا ب20,000 دولار، وأعضاء السفارة اللاتفية براتبهم الشهري أي 8,759 دولار، وعضو شباب الجبهة الشعبية الشاب توماس أرأيا ب200 دولار. كما ساهم كل من صاحب مؤسسة أوروتا ميجا السيد جبرين درياس أبرهة، وكذلك السيد يوسف تولده والسيد لؤول برهه والسيد تسفاي هايل ميكائيل بتقديم منظفات الأيدي الصلبة والسائلة وغيرها من مختلف التبرعات العينية. تبرعت جمعية المخابز في الإقليم الأوسط وجمعية سلام للباصات والمواصلات بالإقليم الجنوبي وجمعية صهاريج صنعت في مدينة كرن لصالح صندوق تصدي كوفيد-19 ب330 ألف نقفة. وقال رئيس جمعية المخابز في الإقليم الأوسط السيد أبو الخير محمد نور
في الوقت الذي تتضافر جهود الحكومة والشعب الإريتري لمكافحة فيروس كورونا المستجد، قرر التبرع ب200 ألف نغفة. وأشارت جمعية الباصات والمواصلات في الإقليم الجنوبي في مناسبة تبرعها ب100 ألف نغفة إلى أن مكافحة المرض الفتاك مسؤولية الجميع ولا تخص جهة بعينها. كما تبرعت جمعية صهاريج صنعت في مدينة كرن ب30 ألف نغفة إضافة إلى أنشطتها لضمان توفير متطلبات المياه. تشهد مدينة حقات مخالفات للتعليمات الصادرة وقاية من مرض فيروس كورونا المستجد، خاصة تلك الموجهة بالحجر المنزلي. وتوقفت المدارس تفاديا للتجمعات والتزاحم لسلامة المجتمع، إلا أن الطلاب يمارسون الألعاب الرياضية مجتمعين فضلا عن تزاحم المواطنين في مكاتب الإدارات. لذلك يجب اتخاذ خطوات تصحيحية عاجلا إدراكا لخطورة الوباء. في غضون ذلك أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية اتخاذ قرارات صارمة على أكثر من 80 مؤسسة تجارية زادت الأسعار بطريقة غير قانونية، وفرضت على بعضها غرامات مالية وتم إغلاق بعضها، إلا أن المهام لا زالت تتطلب متابعة جادة. السادة والسيدات، إلى فاصل مسمى وفيكم بالأنباء العالمية. قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية أن بعض الدول الأفريقية قد تشهد ذروة الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع المقبلة، وحثوا على زيادة إجراء فحوصات الكشف على الفيروس على وجه السرعة في المنطقة. وقال مدير برنامج منظمة الصحة العالمية للاستجابة لحالات الطوارئ في أفريقيا ميشيل ياو خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف أنه خلال الأيام الأربعة الماضية يمكننا أن نرى أن الأرقام تضاعفت بالفعل. وتشير إحصائيات لرويترز استندت إلى بيانات حكومية وبيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد الأشخاص الذين تم تسجيل إصابتهم بفيروس كورونا في أفريقيا منخفض نسبيا حتى الآن، إذ جرى تسجيل نحو 11 ألف حالة إصابة و562 حالة وفاة. وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا أن هناك حاجة ملحة لتوسيع القدرة على إجراء الفحوصات لتتجاوز العواصم في أفريقيا، إذ يتفشى الفيروس في مختلف أرجاء الدول. تبحث منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك ومنتجون آخرون تتصدرهم روسيا يبحثون أكبر تخفيضات لهم على الإطلاق في إنتاج النفط، لكن الجهود الرامية لمعالجة انحدار الأسعار خلال جائحة فيروس كورونا يعقدها خلاف ثار في الآونة الأخيرة ومعارضة الولايات المتحدة للمشاركة في التخفيضات. وأدى انتشار الفيروس لتراجع الطلب على وقود السيارات والطائرات وانخفاض أسعار الخام إلى أقل من تكاليف الإنتاج لدى الكثير من المنتجين، وذلك بما يشمل منتجي النفط الصخري الأمريكيين. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن منتجي النفط الأمريكيين خفضوا الإنتاج بالفعل، وحذر من أن لديه خيارات كثيرة إذا لم تتوصل السعودية وروسيا إلى اتفاق يوم الخميس. وقال ترامب الأسبوع الماضي أنه توصل لصفقة مع روسيا والسعودية يمكن أن تؤدي إلى خفض الإمدادات العالمية بما بين 10 و15 مليون برميل يوميا. وبلغ أكبر خفض للإنتاج توافق عليه أوبيك على الإطلاق 2.2 مليون برميل يوميا، وكان ذلك في 2008. قالت القوات التي يقودها حلف الشمال الأطلسي في أفغانستان أن 5 صواريخ أصابت قاعدة جوية أمريكية رئيسية في البلاد، لكن لم تقع إصابات في الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية. ويأتي الهجوم بعد أسابيع من توصل مقاتلي حركة طالبان والولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن انسحاب القوات الدولية التي تقودها واشنطن مقابل ضمانات أمنية من طالبان، ولا يشمل الاتفاق تنظيم الدولة الإسلامية. وقال تنظيم الدولة الإسلامية في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي أن مقاتليه استهدفوا مهبط طائرات هليكوبتر في باغرام. وذكرت وكالة أعماق التابعة للتنظيم أن مقاتلو الدولة الإسلامية قصفوا بصواريخ كاتوشا مهبط المروحيات في مطار قاعدة باغرام العسكرية التي يتمركز فيها الجيش الأمريكي
بمقاطعة براون شمال كابول. أصبحت عجوز هولندية تبلغ 107 أعوام أكبر ناجية في العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد على الأرجح بعد أن تعافت من إصابتها بالمرض. وأصيبت كورنيليا راس بالفيروس في 17 من مارس بعد يوم من عيد ميلادها 107، وفقا لما ذكرته صحيفة هولندية بعد أن حضرت قداسا مع مقيمين آخرين في دير للرعاية في جزيرة بجنوب غرب البلاد. وبعد ذلك تم التأكد من إصابتها وهي و40 آخرين بالمرض، وتوفي منذ ذلك الحين 12 من تلك المجموعة، لكن الأطباء أبلغوا راس أنها تغلبت على المرض. وقبل كورنيليا راس كان أكبر ناجي من كورونا في العالم هو أمريكي يبلغ من العمر 104 أعوام. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله وحفظه.